هذه كيجي جميشتنا بعجات جميشتنا تمي خالك دبي مطعم ام كيف يشوك النظام بس اشتغل ام جا حازك المسيح جا حازك امین نکو وقتی شوره خدا بی برو که مهای نظام پر کس مرکز کی رونه مرکز هبی 10,021 22 23 رونه مرکز 23 24 23 کی هبی کسک تنابیارم فاطمه هبی 23 ایوه نیدول تهبی نیدول گرک تشینه ما قصیص و جاقه تنکتو تجی و خالتیک جی ام نظیر نیدال آره دوچار کسبی دوچار آره انتونیا بی آره تجی گرک تخادم باز که تچوکم نزم اهلا وسهلا وچانی برو که ما هبی قصی جمعه وچانی مرو خدمت کر ما بافدرو مغامرات ما پرن بافدرو ما پر جارو جمیل هبی وچانی ما بافدرو چی جی کبر نمشی ام قاوتوندن ام پوش المرکز مون و ما خدمت کرد یک جارو جی مرکز 5 دقیقه بس ما بکرمانجی تأمل داده بس 5 دقیقه بی عیار کریبی غیری 5 دقیقه نده ماشی لكن روح رو ساك كنيسة خدا چه بين نا كنيسوك حجدها كنيسة امين جيد وغربا سر شوري خدا بماشن قصي جمعة بخو اصلي خو جماعة مريه جلمية و البرازيل دعيشة وبينش قشق خوانا وفرسانك بيهوت بداري ما قو يلا توفل وارا وعسكا وعم وعظو كببيسن تأمل كببيسن جندر عرشي خدا فكونوا كي خلونا نرحبك بخادم الرب وأسيس جماعة. تفضل أسيس جماعة. شكرا. صباح الخير. أول شيء أنا فرحان جدا 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 أني أكون في وسطكم من بعد سنين. بعد سفري أكثر من مرة الأسيس نهاد يقول لي لازم تيجي تخدم، وكل مرة بيكون عندي خدمة أوريدي مبرمجة، لكن هالمرة قلت له خلص رح أكون معاكم بالصبح بنعمة الرب، وأنا بعد ما أخلص في عندي خدمة تانية مباشرة. لكن قبل ما أبدأ بالخدمة حابب أحكي شوية مغامرات مع الأسيس نهاد. الحقيقة كنت عم فكر بأمر بالشعب الكردي. طبعا اللي ما بيعرفني أنا كردي، لكن للأسف كون سكننا مع العرب فقدنا اللغة الكردية. فأنا كردي جدا عن أب كما يقول، مثل ما بيقولوا بالعربي، لكن اللغة ما بتمنع أنه أنا أبقى كردي. وقضية الكردية والشعب الكردي هو دائما بصلاتي، وهو دائما بفكري، وهو دائما بأي برنامج أنا ممكن أساعد فيه، فأكيد الشعب الكردي هو رح يكون بالبداية. بسنة 2012 تقريبا أو 2011 التقيت بالأسيس نهاد. كان عبارة عن شخص يعمل بالدهان والأمور هذه. بعدين اجى الهورايزنز وابتدأوا المركز. وبالهورايزنز انا والأسيس نهاد ابتدينا مع بعض، وكان معنا الاخ جميل، وكان بعض الاخوه الاحباء كانوا يساعدوا. ابتدينا بخدمه كنيسه بالنبعه، سميناها الكنيسه السوريه، ما اعطيناها اي لقب، لكن الاغلبيه الحقيقه 90% كانوا اكراد على او 80%. من بعد منها كان صار في مشكلة وتسكرت الكنيسة لأسباب كثيرة، لكن بعدين انتقلنا على المركز، وكانت البداية من المركز. بالبداية كان الأسيس نهاد بعده يعني يدوبه، فقلت له الشعب الكردي عم يكتر واللغة العربية عندهم صعبة، فليه ما بنبدأ خدمة خاصة بالأكراد؟ ومن هون انطلقت الخدمة، من هون انطلقت الكنيسة. يعني أنتم اليوم مش صارت كنيسة لأنه بين ليلة وضحاها، لكن بحب حقيقة أشكر الرب لأجل حياة الأسيس نهاد، لأنه على فكرة
يمكن كان هو من أول الأشخاص اللي كان ممكن يسافروا، ومن أول الأشخاص اللي كان ممكن يترك لبنان أو يترك المنطقة ويسافر، وكان موجود وسهلة جدا، وخاصة يمكن على البرازيل، لأنه ب 2014 البرازيل مجرد ما تاخذ جواز سفر لعندهم يقول لك تعال. والقسيس نهاد أنا بتذكر أحد الأشخاص يلي شجعون، يلي قال لي لحتى أنا أسافر، هو اللي كان أحد الأسباب أنه كان في شخص موجود بالمركز وسافر وقال لي ليش ما تسافر على البرازيل. فاللي بدي أقوله أنه في تقريبا 70 أو 80 مليون كردي بالعالم، صح؟ تقريبا. ما تستهون دورك أنت ككردي. أنا للأسف يمكن صعب علي أتكلم اللغة الكردية وأبشر، لكن خلينا نعرف بأنه هل أكرد 70 مليون أو 80 مليون شخص موجودين هن أشخاص ما عندهمش حرية. أنا ما أقصد حرية سياسية وحرية، لا، هم تحت سلطان العالم، وعلشان يتحرروا هم محتاجين لأبطال. وهي الكنيسة هي الشرارة يلي عم تنطلق. أعتقد إذا أنا ماني غلطان يمكن هي الكنيسة الأولى رسميا اللي بالمنطقة، صح أسيس؟ لا أنا عم بقصد بالبدايات. فالمهمة يلي موكولة لكم هي أن نوصل برسالة المسيح للشعب الكردي بأكمله، لأنه شعبنا الكردي الحقيقة تعب جدا من تسلط إبليس، تعب جدا من ما في حرية، ما في سلام في داخله، فمحتاج إلى المسيح، ورسالة المسيح نحن يلي بنحملها له. فهي مهمة لكل واحد وكل وحدة منكم. أمين. الأسيس نهاد، أنا بسمح لنفسي وبقول أنا كخادم وكراعي كنيسة وكقسيس أخبركم أن الراعي دائما حروب كثيرة عليه. فأنا باسم المسيح أرجوكم توقفوا مع هذا الرجل، لأنه بالنسبة له أنا بتذكر من 2012 2013 2014 كان كل الوقت يقول لي شعبي شعبي شعبي، ناسي ناسي ناسي، بدي أوصل رسالة الخلاص، بدي أوصل المسيح لهم، مش لأجل المركز، لأنه على فكرة كان ممكن يكون بمركز أو بمكان آخر ممكن يكون أفضل وأريح له من نواحي كثيرة، لكن بالنسبة له همه أن الشعب الكردي يعرف المسيح. بتعرفوا ليه؟ لأنه ما في حدا عرف المسيح إلا ما دخل الفرح لقلبه، إلا ما دخل الفرح والسلام لحياته. أمين؟ ممكن البعض ما بيعرفني، أنا اسمي جمعة خليل من حلب، من مدينة دير حافر شرق حلب. بسنة 95 بلبنان أنا عرفت المسيح وآمنت بالمسيح، وتعمدت بكنيسة براس بيروت هنا في بيروت، وبعدين بال97 درست كلية لاهوت، وبعدين تزوجت، وال2009 تخرجت من كلية اللاهوت. 2011 تمت رسالتي كقس وراعي في لبنان، وكان حقيقة تحدي كتير كبير كوننا نحن جايين من خلفيات، فكان تحدي كبير، لكن الرب في كل هذه الظروف كان عم يضوي وينور ويفرجينا انه هو ما تركنا ابدا. ونفس هذا الاله يلي كان مع ابراهيم، يلي كان مع موسى، يلي كان مع دانيال، يلي كان مع اشعياء، هو نفس، واللي كان مع يوسف هو نفس هذا الاله معكم اليوم. مين ما عنده اي هم او اي مشكله؟ بليز ارفع ايدك. في حدا بيناتنا ما عنده مشكله؟ في حدا بيناتنا ما عنده هم؟ طب كلياتنا عن شو عم نبحث؟ الكل، انا وانتو، شو الامر اللي نحن عم نبحث عنه او عم نفتش عنه؟ السلام. والناس كل اليوم عم تبحث عن السلام، صح؟ كل الناس مفاوضات سلام، مؤتمرات سلام، مش عارف ايش سلام، كله سلام، بيتكلموا عن السلام، لكن هذا السلام سرعان ما يفشل. حتى نحن بحياتنا اليومية كل يوم نحن بنحصل على سلام
في لحظة معينة بصير عندنا سلام، سلام في البيت، سلام بين الأزواج، سلام بين الأولاد والأهل، بصير في سلام. لكن هذا السلام سرعان ما ينكسر لسبب أو لآخر. كنت عم شارك القسيس اليوم الصبح، أنا كنت بسلام وفرحان ومبسوط بوجودي بوسط الأحبة وبوسط أشخاص عزيزين علي جدا، لكن إبليس بيضل دائما بينزع السلام تبعنا. فحصل أمر ما حقيقة نزع السلام تبعي، لكن باسم يسوع نحن ما بنخلي أي شيء بينزع عنا هذا السلام، لأنه سلامنا مش بالأمور اللي الأرضية، سلامنا هو بشخص المسيح. خلونا نروح مع بعض لسفر أشعياء وإصحاح 9، نقرأ مع بعض هالآيات الجميلة، الآيات الرائعة جدا. وكمان الأشخاص اللي عم بيتابعوا يمكن من خلال الإنترنت أو رح يسمعوا، خلي دائما بذهننا أنه نحن نبحث عن مصدر هذا السلام. أشعياء إصحاح 9 ابتداء من العدد الأول وانتهاء بالعدد 7. بيقول الكتاب: ولكن لا يكون ظلام التي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي. يكرم الأخير طريق البحر، عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. الجالسون في الأرض، في أرض ظلال الموت، أشرق عليهم نورا. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح. يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم الديان. لأن سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في دماء يكون للحريق مأكلا للنار. خلينا بهالآيات 6 و7 نركز مع بعض. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية، على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. ويا ريت هذا لسان حال كل واحد وكل واحدة منا. غيرة رب الجنود تصنع هذا، تصنع في حياتي أني أكون أنا صانع سلام وين ما أكون. خلونا كمان مرة تانية نحن رؤوسنا أمام الرب نقول: يا رب، يا مانح السلام، يا رئيس السلام، تعال بسلامك في وسطنا. إذا كنت عم تمر بظروف صعبة أو عم تمر بظروف صعبة، إن كان في مشاكل اليوم مع بعض، خلينا نعرف شو هو مصدر هذا السلام. من وين نحن منجيب هذا السلام؟ هل من الظروف؟ هل من الأوضاع؟ خلينا نقول له: يا رب تعال وكلمنا، تعال وعلمنا، تعال وفهمنا. محتاجين إنه نشوفك يا رب في وسطنا. يا رب، عبدك بين ايديك في هذا الوقت. ارجوك يا رب انك انت تخفيني خلف الصليب وتتكلم يا رب بكلمه لقلب كل واحد وواحده منا. محتاجين نسمع صوتك، محتاجين يا رب في هذا الصباح انه نتعلم منك. تعال يا روح الله وكلمنا وفهمنا وعلمنا باسم المسيح، امين. طبعا بهالايام هاي نحن الكل العالم عم يتحضر لحدث مهم جدا، وهذا الحدث هو ميلاد المسيح. الكل بكل العالم بكل اللغات عم يتحضروا، عم يتهيئوا. الكنائس عم تتحضر، الكنائس عم تحضر ترانيم، عم تجهز مسرحيات، عم تجهز برامج للاحتفال بعيد الميلاد. لكن هذا الاحتفال هو مش احتفال تاريخي فقط،
هو مش تقليد سنوي انه نحن كل سنة بيوم 24 او 25 بكانون الاول نحن بنعمل هذا الاحتفال. هو منه تقليد، هو اعظم، هو حدث الهي، وهذا الحدث غير التاريخ. لهذا السبب بولادة المسيح التاريخ انقسم نصفين، قبل الميلاد وبعد الميلاد. فإذا هذا الحدث هو غير مسار البشر. هذا الحدث هو مش أمر أنه نحن بنحتفل به ونفرح به في يوم 25 فقط، لكن هذا الحدث هو ولادة رئيس السلام. ورح نتكلم بنعمة الرب، نتأمل مع بعض شو كان عم يقصد أشعياء بأنه رئيس السلام يولد لنا ولد، هو هذا الولد يكون رئيس السلام. شو كان عم يقصد بالضبط بهاي العبارة بالعدد 6 مثل ما قرينا مع بعض؟ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. من بين الألقاب يلي المسيح أخذها هو هذا الاسم المبارك، رئيس السلام. ورئيس السلام العالم اليوم كله محتاج للسلام. توافقوني على شيء؟ كل العالم بأي مكان. على فكرة مش معناتها أنت مش موجود بلبنان يمكن عندك مشكلة بالأوراق أو يمكن عندك مشكلة بأمور، هذه المشكلة موجودة بكل العالم، بكل العالم. يمكن نحن وقت فكرنا أنه نطلع من المنطقة أنه يمكن رح نرتاح رح نحصل على السلام، لكن الحقيقة السلام هو مش بالظروف يلي نحن موجودين فيها أبدا. السلام هو في شخص المسيح. السلام هو برئيس السلام. العالم كل اليوم محتاج إلى أمر واحد فقط، أن يعرف من هو رئيس السلام. قبل ما يمكن نتكلم عن السلام لازم نعرف ليش العالم فاقد للسلام. قبل ما نحكي عن السلام، ليه اليوم العالم كله منلاقي أنه ما في سلام؟ لا سلام للأشرار قال رب الجنود. السبب أن العالم فاقد للسلام لأنه بكل بساطة عالم شرير. العالم وضع بالشرير، يعني وضع بإيد إبليس، وضع بإيد الشيطان. لهذا السبب ما في سلام، وما بيحصلوا على هذا السلام. ما زال موجود في وسط العالم، ما زال موجود بهذا العالم، ما زال موجود. وقت عم نقصد العالم، كلمة العالم وتجي بالكتاب المقدس لها أكثر من معنى، أوكي؟ لكن في المعنى الروحي وقت نحن بناخذها مش المقصود فيها أنه موجود أنا بلبنان أو موجود بالبرازيل، لا، مش هذا العالم. المقصود فيها هو العالم الروحي أو العالم يلي هو العالم الشرير أو العالم اللي بيعلمنا أمور تبعدنا عن الله أو تأخذنا أو تأخذ أفكارنا أو قلبنا عن الله. هذا العالم يلي موجود حوالينا يلي نحن محاطين فيه، يلي اليوم الشر صار أكثر بكثير من قبل. لهذا السبب الرب يسوع المسيح شو صلى؟ ما قال للآب خذهم من هذا العالم، لكن قال احفظهم في هذا العالم. فنحن محتاجين لهذا الحفظ، لهذه الصيانة. تعرفوا أوقات نحن منغلف أشياء، يمكن أنا لأنه بسافر كتير أحيانا باخذ أشياء من بلاد فبغلفها بطريقة معينة لحتى ما تتأثر بالضغط اللي بيجي، ضغط الشنطات أو بأشياء، لحتى ما تنتزع. فهذا الغلاف هو المسيح اللي عم بيغلفنا، اللي عم بيحمينا. وصلى المسيح بهذا المعنى، قال للآب إنه يا رب احفظهم، يعني غلفهم من هذا العالم، يعني ما تخلي هذا العالم يأثر فيهم، ما تخلي هذا العالم يكون سبب أو عثرة لهم. الكتاب المقدس بيوصف حالة الناس قبل مجيء المسيح. بيقول بنفس السفر بالآية 2 شو بيقول؟ الشعب السالك وين؟ في الظلمة.
الشعب السالك في الظلمة، وهذا هو العالم اللي هو سالك في الظلمة. شو أبصر؟ أبصر نورا عظيما. بصراحة خليني أعترف لكم بشيء، هالأضوية اللي موجودة حاليا بالنسبة لي كتير قوية لدرجة أنه أحيانا بتاخذ النظر تبعي. فكيف هذا النور يلي هو نور المسيح يلي إجا على هذا الشعب أبصر هذا النور العظيم. الجالسون في أرض ظل الموت أشرق عليهم نور. وهذا النور هو مش فلسفة. هذا النور يلي أشرق منه فلسفة، منه نظام سياسي، انتبهوا، منه نظام اقتصادي، مش حل وقتي. كل الأنظمة السياسية مهما كانت نوعيتها على كل أنواعها هي حلول وقتية. لكن هذا النور العظيم أنه الله أرسل شخص، ومش حي الله، أرسل ابنه لحتى يكون نور. لأنه الرب يسوع المسيح قال أنا هو نور العالم. بعدين شو قال لنا؟ قال للتلاميذ أنتم نور العالم. هل شي مرة فكرت فيها؟ المسيح هذا النور يلي الناس الجالسة في الظلمة أبصروه. طيب أنت وأنت وأنا وقت منروح على مكان فيه ظلمة، أنا ما عم بقصد ظلمة ما في ضوء ما في إنارة، لا، وقت منروح على مكان فيه خطايا، على مكان ما بيعرف المسيح ما بيعرف النور، أنا كيف كون؟ هل أنا بصير مثلهم وبمشي بقول يا حط راسي بين، هذا المثل أعتقد معروف، يا حط راسي بين الروس وقول يا قطع الروس، ما هيك؟ أو بنقول اجري واجرك بالفلقة واحدة، يعني خلاص أنا بصير مثلهم بشابههم. هل أنا فعلا عم كون بالمكان اللي أنا فيه عم كون نور؟ عم بعكس هذا النور يلي هو نور المسيح يلي أنا أخذته في حياتي؟ ولا أنا عم روح وعم كون النور اللي فيا بيبلش ينطفى شوي شوي، بوصل لنقطة، بوصل لمرحلة النور اللي فيا انطفى، وبالتالي أنا صرت ظلمة وعايش في وسط ظلمة. إعلان السماء، الإعلان يلي إجا من السماء يلي إجا من فوق بولادة المسيح، إنه المسيح بيكون آتيا بالسلام على الأرض. سلام على الأرض. بالوقت يلي ولد يسوع في بيت لحم ما كان هذا الإعلان الأول عن قوة أو مجد الله، لكن عن السلام. عن السلام. بإنجيل لوقا وإصحاح 2 وآية 14 شو بيقول؟ المجد لله في الأعالي، وين؟ وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هذا الإعلان هو مش إعلان شخص شاعر كتب هذا الكلام أو شخص منمق كتب هالكلام مشان يتوافق مع بعضه مشان يكونوا على القافية، أبدا. لأنه الحقيقة الإنسان بدون المسيح هو فاقد للسلام. برجع بعيدها، الإنسان بدون المسيح هو شخص فاقد للسلام. لهذا السبب نحن كمؤمنين دورنا انه عرفنا رئيس السلام واختبرنا رئيس السلام، ورئيس السلام دخل في حياتنا، دخل في قلوبنا، فنحن اليوم محتاجين انه ناخذ هذا رئيس السلام ونوصله للعالم لحتى يكون في سلام على الارض. يا احبه، الله قادر، الله قادر بكلمه واحده يعم السلام، لكن الله بده يشاركك وبده يشاركني وبده ايانا نحن نكون جزء من هذا السلام. لهذا السبب نحن كمؤمنين مسيحيين او كمؤمنون مسيحيون نحن رسل سلام. انا وانت نحن سفراء سلام. وين ما منروح، مع مين ما منقعد، كيف ما منقعد، انا وانت مطلوب منا ان نكون سفراء سلام.
مش الأمم المتحدة تبعتك ولا الدولة الفلانية تبعتك، لكن في شخص يلي هو رئيس السلام، يلي هو عم يبعتك وعم بيقول لك يا ابني يا بنتي كون أنت سفير سلام لإلي، لأنه أنا رئيس السلام. فبما أنه هو رئيس السلام ونحن اختبرناه وعرفناه، فنحن سفراء عن المسيح. أمين؟ أنت سفير، أنت سفيرة، سفيرة سلام. حاول تكون على قدر هاي المسؤولية. السفير، شي مرة شفته سفير لبلد بيتكلم ضد بلده. شو دور السفير؟ ما أدري شو مهمة السفير؟ تماما يوصل الصوت. والصوت مين؟ صوت البلد اللي بعته. أنا سفير لهذا البلد، يعني أنا ممثل هذا البلد، وأنا بدي دائما أتكلم عن هذا البلد. وأنا بالنسبة لي مهم جدا أني أعيش على مستوى السفير. ما تعيشوا أبدا على مستوى الإنسان العادي، ما ترضى تعيش على مستوى الإنسان العادي. أنت سفير للمسيح وأنت سفيرة للمسيح، أنت سفير سلام، فإذا عيش على هذا المستوى وكن صانع سلام وين ما كنت، في بيتك، في عملك، وسط أهلك، وسط أصدقائك. كن أنت صانع سلام. ليه؟ لأنه ببساطة أنا وأنت نحن سفراء عن رئيس السلام. إذا نكون على هذا المستوى. ليش أنا بدي أعيش على مستوى أقل؟ ليه؟ ليه أنا بدي أروح آكل خبز وجبنة وأنا أمامي مائدة عامرة؟ ليه أنا بدي أكون شخص بسيط وأنا سفير؟ فإذا أنا بدي أعيش على مستوى هذه السفارة. أنا وأنت سفراء سلام. وهذا السلام يبدأ مع الله. فإذا علشان يبدأ هذا السلام، فإذا لازم الناس يعرفوا من هو الله، من هو المسيح، وماذا فعل المسيح من أجله. لأنه بكل بساطة الناس بيبحثوا عن السلام، صح؟ وين ما بنروح بنلاقي الناس بيبحثوا عن السلام، بيعملوا مثل ما حكينا من شوي مؤتمرات سلام، مؤتمرات مش عارف ايش، لكن مفكرين انه من هون بيلاقوا السلام. لكن الحقيقة السلام هو يبدأ من عند الله. لأنه الإنسان بدون المسيح يبحث عن سلام وقتي. كم مرة عملوا معاهدات سلام الدول وانهارت هذه المعاهدات؟ لأنه سلام وقتي، لأنه سلام ربما مبني على مصالح، مبني على معطيات معينة. لكن أحباء السلام الحقيقي يلي أنا وأنت اختبرناه كمؤمنين هو سلام مع الله، سلام مع المسيح، لأن المسيح هو رئيس السلام. يمكن أنت اليوم تكون موجود بجوز أول مرة تسمع عن رئيس السلام، بعد ما اختبرت رئيس السلام مش رح تعرف عمق هالكلمة، مش رح تعرف عمق شو يعني رئيس سلام، شو يعني يعطي سلام أبدي، إلا لما تختبر المسيح. وتعرف المسيح تعرف شو يعني رئيس سلام. لأنه في وسط الأمواج التلاميذ كانوا مع المسيح في العاصفة، في وسط البحيرة العاصفة صارت تضرب بالسفينة، السفينة ابتدأت تغرق، رئيس السلام موجود، يسوع كان موجود معهم بالسفينة. لكن ايش اللي حصل؟ بكل بساطة التلاميذ خافوا. ألا يهمك أننا نقرأ؟ ألا يهمك أننا نموت؟ مين اللي قال لك ما بيهمه؟ لأنه لو ما بيهمه أنك أنت تموت ما كان هو مات على الصليب علشانك وعلشاني. إذن البحث عن السلام الحقيقي يبدأ في البحث عن الله
من هو الله؟ ماذا فعل المسيح من أجلي ومن أجلك؟ بيقول برسالته لأهل روميا بولس الرسول إصحاح 5 العدد الأول بيقول فإذ قد تبررنا بشو؟ شو تبررنا؟ بالسياسيين؟ لا. بالأمور الاقتصادية؟ لا. طب بالشهادات؟ لا. طب بالأموال؟ لا. طب بالمراكز؟ لا. عم بيقول فإذ قد تبررنا بشو؟ بالإيمان. فإذ قد تبررنا بالإيمان. إيه طيب شو بيصير بعدين؟ بيقول لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فإذن السلام الحقيقي هو في المسيح، في شخص المسيح. بتمرق عواصف؟ نعم. بتمرق أمواج بتضرب سفينة حياتنا؟ نعم. تمرق أمواج بتضرب بيوتنا؟ نعم. نشعر أحيانا نحن وكأنه فقدنا السلام؟ نعم. لكن يا أحبة السلام الحقيقي هو في شخص المسيح. وما دام المسيح موجود في حياتي وما دام المسيح موجود في بيتي فإذن أنا لن أفقد هذا السلام. مش راح أفقده. ليه؟ لأن المسيح موجود في حياتي. هو رئيس السلام، هو مانح السلام، هو مصدر السلام. لهذا السبب أنا ما بخاف. دائما عيوني باتجاه رئيس السلام. سألكم سؤال بسيط، وهذا اليوم نحن عم نعاني فيه كثير، وأكيد شفتوا فيديوهات مرت عليكم. ما عندي تبعي مش معي، مش مشكلة. بنلاقي اليوم الناس كلها على التليفون ماشية بالشوارع، صح؟ كم واحد خبط بعمود، خبط بحيط، خبط، صح؟ ليه؟ ليه؟ لأنه ببساطة عيونه مش على الطريق. بالوقت يلي بتزيح عيونك عن المسيح رح تخبط ورح تنخبط. كم شخص عملوا حوادث سيارات بسببها؟ أنا في مرة في البرازيل سايق تقريبا 110 فقط عملت بهذا الشكل على التليفون، اجت رسالة عم شوفها، الرب نجاني من حادث، أكيد كنت أنا رح موت لأنه ماشي 110 120 تقريبا. ليه؟ لأنه زحت عيني عن الطريق. بالوقت يلي تزيح عينك عن المسيح يبدأ فقدان السلام في حياتك، في بيتك، في أسرتك. لهذا السبب اوعى تزيح عينك عن رئيس السلام. اوعى تزيح عينك عن رئيس السلام، لأنه ببساطة محبته لإلك مش مثل محبة أهلك ولا محبة عائلتك ولا محبة بلدك. محبته لإلك هي محبة أبدية، وهي المحبة كلفته كثير أنه مات على الصليب علشانك وعلشاني. فإذا اليوم الناس عم يبحثوا عن السلام الحقيقي، لكن هذا السلام ما عم يزبط لأنه رخيص. لأنه رخيص. وبتعرفوا أنتم من حياتنا اليومية وقت بنشتري حاجة رخيصة تخرب بسرعة، صح؟ امبارح أنا كنت بمحل عم بشتري أغراض من عندهم، وهذا المحل أنا تقريبا من 10 سنين دخلت على هذا المحل واشتريت من عندهم، عفوا مش من 10 سنين، ب 2019 سوري بعتذر، بال 2019 أنا اشتريت أغراض من عندهم، وكنت عم بشارك في ست عم تساعدني لحتى نقي أغراض. فقلت لها أنا من 2019 مريت لهون وأخذت أغراض، اشتريت أغراض، والأغراض لا زالوا بحالهم، ما تغيروا أبدا، ما صار فيهم أي ضرر، ما صار فيهم أي تلف، على الرغم أنه ينغسلوا وينلبسوا. قلت لها لأن البضاعة اللي عم تبيعوها هي بضاعة صحيحة وبضاعة سليمة، بضاعة أصلية. العالم اليوم عم بفتش عن السلام، لكن هذا السلام هو سلام مغشوش. يا اما بيكون سلام سياسي، او بيكون سلام مادي، او بيكون سلام مصالح. وانتم بتعرفوا وانا بعرف سلام المصالح بيخلص وقت تخلص المصلحة، صح؟ وسلام المصاري بيخلص وقت تخلص المصاري. وكمان السلام السياسي بيخلص وقت السياسيين بيتخانقوا مع بعض، صح؟ نحن بندفع الثمن للأسف. فإذن اليوم نحن محتاجين إلى السلام الحقيقي يلي صنعه يسوع، يلي كلفه لحتى يصنع هذا السلام دفع كثير. المسيح دفع كثير
علشان يصنع هذا السلام، انه مات على الصليب علشان يصالحنا مع الآب. السلام الحقيقي بيبدأ بالوقت اللي أنا وأنت صالحنا مع الله، وإذا بعد ما تصالحت مع الله وإذا محتاج لهذا السلام محتاج أنك تتصالح مع الله، لأن إذا ما تصالحت مع الله ما في سلام. مش ممكن تختبر السلام، ممكن تختبر السلام بس سلام وقتي، لكن لا تختبر السلام الحقيقي في وسط الأمواج، أمواج الحياة، في وسط مشاكل الحياة. عشان يكون عندك سلام حقيقي لازم تتصالح مع الله، والمصالحة مع الله هي من خلال معرفة ماذا فعل المسيح من أجلي ومن أجلك. في كتير ناس بيبعتوا لنا بالخدمة اللي أنا بخدمها على الإنترنت بيقولوا أنتوا تعبدوا الصليب. أبدا. وأنا بقولها وعلى الإنترنت في كتير رح يسمعوا. نحن كمسيحيون لا نعبد الصليب، نحن نعبد من مات على الصليب من أجلنا، وهذا الفرق. نحن لا نعبد 3 آلهة كما يدعون، نحن نعبد إله واحد ضابط. هذا الإله هو اللي منح السلام من خلال ابنه حبيبه يسوع المسيح. فإذا السلام يلي هو السلام الوقتي يلي بيعتمد على الخارج، على الأمور الخارجية، على الظروف الخارجية. بحسب الظروف اللي محيطة فينا بيكون عنا سلام، لكن السلام الحقيقي هو ينبع من الداخل. شفت الفرق بين السلامين؟ في نوعين من السلام، في سلام مزيف، سلام مقلد، وفي سلام حقيقي. أي نوع سلام بدك إياه؟ بدك السلام المزيف؟ موجود ورخيص وما بيكلفك شيء على فكرة. ضل زي ما أنت، ما بيكلفك شيء. لكن السلام الحقيقي كلف المسيح أنه مات على الصليب، وراح يكلفني أنا وأنت أنه نوقف ونتحمل من أجل رسالة المسيح. إذن السلام الحقيقي هو سلام يأتي من الداخل. شو في بالداخل؟ كان المسيح في الداخل. إذن مصدر سلامك مين؟ المسيح. وإن كان المسيح مش في الداخل أكيد مش رح يكون مصدر سلامك المسيح، رح يكون في أمور أخرى. بالحرب العالمية الأولى كان في جيشين متقابلين، وهذا الجيشين عم يتحاربوا. طبعا يعني اليوم كنا خبراء بالجبهات على كثر ما سمعنا بقصص الحروب. هالجيشين هن كانوا الجنود بالخنادق متقاتلين، بس كانوا موجودين بالخنادق، وهن بالخنادق كان في خوف جواتهم، كان في خوف في قلبهم. لكن فجأة واحد من الجنود ابتدأ يرنم الترنيمة يلي هي بالإنجليزي بتقول Silence Night، يعني ليلة الهادئة أو الليلة المقدسة. فجأة جندي تاني ابتدأ يرنم معه، فجأة ثالث رابع. فهذا الخوف اللي كان موجود في حياتهم بالوقت اللي صار يرنموا عن يسوع، هاي الترنيمة زال هذا الخوف. إذن يا أحبة، بالوقت اللي نحن عيوننا شاخصة على المسيح، على رئيس السلام ومكمله ومانح السلام ومعطى السلام، ما في شيء يأخذ لنا سلامنا. ممكن نضعف، ممكن نتأثر، لكن مش ممكن نفقد السلام الداخلي. بالوقت يلي يوسف أخذ بيع كعبد، تخيلوا، بيع كعبد، مش هاجر، مش ترك بلده بسبب حرب أو لا، بيع من أخوته هم يلي باعوه كعبد. لكن بالنسبة ليوسف هو في وسط حالته اللي كان عايشها، بوسط حالته هو كان كعبد، لكن كان في جواته سلام، لأنه بيقول الكتاب يوسف كل اللي عمله نجح فيه، لأن الرب كان مع يوسف. بالنسبة ليوسف هو أخذ السلام مش من المحيط اللي فيه، وإلا كان فقده. لكن يوسف أخذ السلام من رب السلام. كان دائما يوسف يشوف يد الرب معه، كان دائما كل ما يتحرك نحط بالسجن شاف ايد الرب معه، اتهم تهمة باطلة شاف ايد الرب معه، والرب ما تركه ابدا.
لا وقت كان بالبير، ولا وقت سيق بالعربة كل طريق الصحراء وصل في بيت فوطيفار بيع كعبد لفوطيفار، ولا بالوقت يلي يوسف أصبح ثاني رجل مصر. يوسف أبدا ما فقد السلام، لأنه ببساطة عارف مين هو رئيس السلام، عارف مين هو الله يلي هو مانح السلام. وسط الضيق يلي نحن يمكن منمر فيه بنتأثر، بنتألم، بنمر بأوجاع، لكن خلينا نسمع شو قال الرب يسوع المسيح بإنجيل يوحنا اصحاح 16 والآية 33. إنجيل يوحنا اصحاح 16 والآية 33. شو قال الرب يسوع المسيح؟ قال: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم سلام في العالم، ليكون لكم في سلام في العالم. شو بيقول؟ سيكون ايش؟ طب بس انت رئيس السلام، وانت مانح السلام، وانت معطي السلام، وانت خلصتنا، وانت فديتنا، ونحن عم نسير بطريقك. لكن شو قال في العالم؟ سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا تشجعوا. ولكن ثقوا تشجعوا، انا مش انا لا، هو عم بيقول انا قد غلبت العالم. فاذا المسيح ولا مرة قال حياتكم راح تصير كلها تمام، كل شيء تمام. لا أبدا، بالعكس، قال أنه راح يكون في ضيق، قال راح يكون في أوجاع، في آلام، لكن في وسط الآلام أنا اللي بمنح السلام. في وسط الضيق أنا يلي بعطي السلام، السلام يلي بيحكم حياتي وحياتك. سؤال يلي أنا حابب أسأله: كيف السلام ممكن يحكم حياتنا أو ممكن يقود حياتنا؟ كيف السلام ممكن يخليني أعيش هاي الحياة هون على الأرض؟ بكل بساطة بولس الرسول قال لأهل كولوسي بالإصحاح 3 والآية 15، قال: وليحكم أي سلام؟ وليحكم سلام الله وين؟ في قلوبكم، في قلوبكم الذي إليه دعيتم في. بليز افتحوا الإنجيل على هاي الآية، أو حطوا، ممكن نحطها على التكست لو سمحتوا. رسالة كولوسي إصحاح 3 والآية 15 ممكن نحطها، لأنه هذه الآية مهمة جدا، لأن نحن كشعب كردي مهمة جدا. وليحكم سلام الله في قلوبكم. ممكن نحطها على الشاشة؟ أوكي، لا مش موجود. طيب مش مشكلة. افتحوا الإنجيل عليها. وليحكم اللي فتحوا وشافوها، شكرا. بس هيدا إصحاح 4، احنا قلنا إصحاح 3. الآية 15. طيب، وليحكم سلام الله في قلوبكم. اللي فاتح يقراها مع بعض. الذي إليه دعيتم في ما عم بسمع، أنا آسف، أنا كبرت بالعمر وخلاص. في إيش؟ طيب بس في واحد من عفرين، في واحد من كوباني، في واحد من حلب، من الشيخ مقصود أو الأشرفية، أو في واحد من دير حافر، أو في واحد يمكن من القامشلو، أو يمكن في حدا من تركيا بالأساس، أو ما بعرف. لكن شو عم بيقول هون؟ دعينا لإيش؟ لنكون في جسد واحد. وإذا نحن بدنا شعبنا الكردي يعرف المسيح، بدنا نكون جسد واحد. وهون الجسد الواحد اللي عم يحكي عنه هو الجسد الروحي. مش عم يحكي إنه نحن كنا نلتصق مع بعض والناس يشوفونا كنا ماشيين مع بعض، مننام مع بعض وناكل مع بعض ونشرب مع بعض. مش هذه الفكرة. الفكرة إنه نحن نكون في جسد روحي واحد. يعني ما بخلي أي شيء
يفرقني عن أخي. وقت بشوف أي شخص من أخوتي محتاج وأنا قادر إني أساعده، ما في داعي أنا أنتظر لحتى واحد يقول لي إنه ساعد الأخ أو الأخت الفلانية. أساعد على قدر الإمكان. هذا معناه جسد واحد. أشعر بألم أخي أو أختي، أفرح مع أخي وأختي، أحزن مع أخي وأختي، أتألم مع أخي وأختي، وكمان أخذ رسالة المسيح لشعبي لحتى نكون نحن جسد واحد. وليحكم سلام الله في قلوبكم الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. قديش أنت اليوم حاضر أو أنت حاضرة تشكر الرب لأجل هذا السلام؟ اليوم الناس عم يتحضروا، عم بيزينوا، إن كان شجر، إن كان إنارة، إن كان إضاءة، إن كان هدايا. مش غلط، احنا ما عم نحكي إنه غلط أو صح، ما حدا يفهمني غلط أرجوكم. مش غلط إنه نزين ببيتنا، بالعكس شيء جميل جدا إنه نزين ببيتنا، لكن ما نخلي عيوننا وقلبنا يتركز على هاي الزينة. ما نخلي عيوننا وقلبنا يركز على شجرة الميلاد وننسى صاحب الميلاد. هاي المشكلة الكبيرة اللي عم تصير. الناس بالعالم للأسف في كتير أشخاص بيحتفلوا، بيعملوا احتفالات ضخمة، مهرجانات ضخمة، نحن بنسميها بالإنجليزي بيقولوها شو، يعني هيك أشياء عظيمة. بس الحقيقة هو تركيز على، في من فترة اجى فنان إيطالي هذا مشهور كتير، ما نسيت شو اسمه، فرنم بمدينة ساو باولو، وأنا وعائلتي رحنا كنا حاضرين، وأنا كنت واقف وعم بتفرج، عم شوف قديش في ناس قديش زي ما بيقولوا بالآلاف، لدرجة إنه ما في مكان حتى توقف، لا توقف ما في مكان. على فكرة الحضور كان وقوف، ما في كراسي أبدا، حاطين كراسي بس لجماعة الVIP اللي هن الأشخاص المميزين، لكن نحن كل الوقت كنا واقفين على إجرينا. وأنا كنت عم بهالحالة كنت عم أقول هذا الشخص مهم طبعا، لا شك، مطرب عالمي، فنان عالمي، لكن هل لو صارت نهضة روحية راح نشوف الناس يتقاتلوا على حضورها مثل هالوقت، مثل ما عم بيصير الآن؟ هل إذا نحن عملنا أي أمر أو أي خدمة روحية الناس راح تجي بهذا الشوق؟ هل الناس تجي لأنه مشتاقة لتشوف يسوع، ولا جايين فقط لأنه في احتفال؟ يمكن إذا في شيء بهالصباح بحب أتركه معاكم، هو ببساطة أول أمر، في نوعين من السلام: سلام حقيقي أو سلام مزيف، وسلام حقيقي. هذه ما في شك فيها أبدا، وأنت لك الخيار. بتحب تختار السلام المزيف أنت حر، بتحب تختار السلام الحقيقي كمان أنت حر، عندك الحرية الكاملة. لكن في الوقت اللي أنت بتختار السلام المزيف أعرف أنه هذا وقتي، بأي مشكلة بأي صعوبة نوقع. لكن وقت نختار السلام الحقيقي ما في أي شيء بيخلينا نوقع. حتى نحن بوسط الأزمة، بوسط المشاكل، بوسط الصعوبات، بنلاقي بأنه في بداخلنا سلام. لهذا السبب بالوقت اللي الملائكة وأشعياء كانوا عم يهتفوا لأنه يولد لنا ولد وتعطى ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وقت كان هذا الصوت عم ينسمع أو عم ينقال أو عم ينعلن، لأنه هذا هو السلام الحقيقي. هذا عم نحكي مئات السنين قبل ولادة المسيح، في إعلان من السماء بأنه رئيس السلام جاي على الأرض لحتى يكون في سلام على الأرض. طيب، بعد ما أنا سمعت كل هالكلام أن المسيح معطي السلام، مانح السلام، أنا شو موقفي؟ أنا كمؤمن أو كمؤمنة؟
هل أنا فعلا أتبع يسوع المسيح بطريقة صحيحة، وعرفت المسيح أنه هو مانح السلام وما بيهمنيش الظروف؟ إن كان في مشاكل بأوراق، إن كان في مشاكل يمكن ما بعرف يجوز أجار بيت، يمكن كليتنا عندنا مشاكل، بس اليوم مطلوب منا أنه نعلن هذا السلام بكل بساطة. هذا النور العظيم يلي أشرق على الأرض، يلي أشرق على الأمم، هذا أشرق على شعبنا الكردي. هذا النور من سنين قريبة، هو أشرق من زمان لكن لأسباب الشعب رجع سكن في أو عاش في الظلمة. لكن هذا النور الآن من بيروت، من دار كردي، عم يشرق، يرجع يشرق مرة ثانية النور. ما حد يقول كيف يعني؟ لأن المسيح قال عنك وعنك وعني إنه نحن نور العالم. فخلي هذا النور يلي نحن أخذنا من يسوع، خلينا نحن نعكسه هذا العالم. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أمين. خلونا نقف مع بعض. دعوة لحتى نغمض عيوننا لمدة ثواني، لمدة بسيطة. وأنا وأنت ونحن مغمضين عيوننا خلينا نفكر، هل أنا فعلا اختبرت السلام الحقيقي ولا السلام المزيف؟ إذا أنت أجيت لعند المسيح لأجل مصلحة معينة، بس تنتهي مصلحتك، تنتهي علاقتك مع المسيح أو علاقتك مع المسيح. لكن إذا أنت أجيت لعند المسيح كرئيس السلام، وجيت لعنده أو أجيت لعنده باحثا عن السلام، فأنت رح تنال السلام الحقيقي مش السلام الوقتي. الموضوع بيتعلق فيك أنت، فيك أنت. لو ضلينا نوعظ من هلأ لحتى ما يجي المسيح، إذا أنت بشكل شخصي ما قدرت عمل المسيح على الصليب وإيش اللي عمله من أجلك أو من أجلك، وما أخذت القرار بأنك أنت رح تتبع المسيح، رح تأخذ رئيس السلام لحتى يكون رئيس سلام على حياتك، على قلبك، فبقول لك أنه بكل بساطة رح تجي هالأسبوع والأسبوع الجاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده لحتى ما يجي يسوع، رح تضل بنفس المكان، بنفس المستوى الروحي. لكن بالوقت اللي أنا جاي لعند رئيس السلام أنا متعطش، أنا جعان لحتى أسمع، لحتى أتغير من جوا، لأنه سلام الله هو من الداخل ينبع وليس من الخارج. فإذا مين موجود في حياتك؟ يسوع هو اللي في قلبك، في حياتك، في حياتك، في قلبك، أو العالم؟ بهذا الوقت أرجوك فكر، الوقت ما انتهى، بعد الرب عم يعطي فرص لأننا كمؤمنين لحتى نتوب عن خطايانا ونتوب أمام الرب ونرجع لعلاقتنا الصحيحة والسليمة مع الرب يلي مبنية على النعمة وعلى محبته لإلي ولإلك ولإلك. وإذا كنت شخص بعد يعني ما اختبرت المسيح، سمعت عن المسيح، فرحت بالكنيسة، فرحتي بالكنيسة، مبسوطة بجو الكنيسة، جو روحي، جو نقي، جو حلو، لكن مش هذا هو الإيمان المسيحي مطلقا مش هذا هو الإيمان المسيحي. الإيمان المسيحي أنك أنت بينك وبين الرب تعلن المسيح كرب ومخلص على حياتك، تعلن المسيح كرب ومخلص على حياتك. الموضوع متعلق فيك أنت ببساطة، بينك وبين الرب. وإذا أنت اليوم حابب تعطي حياتك للرب، حابب تعطي حياتك للمسيح، اليوم الفرصة، هو ذا وقت مقبول. المسيح قال ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن فتح أحد لي
قلبه، يعني فتح الباب قلبه، أدخل إليه وأتعشى معه. أتعشى معه يعني أكون معه بشركة، أكون معاه وهو يكون معي، فنحن بنكون مع بعض بشركة. اليوم وقت مقبول، اليوم افتح قلبك، افتحي قلبك. يمكن أنت رح تشاهد هاي الرسالة بعدين، أو يمكن عم تشاهد الآن في بيتك أو في بيتك الآن. من كمان الدعوة لإلك، الدعوة لإلك، افتح قلبك، افتحي قلبك للمسيح. وإذا كنت خايف، في وعود في الإنجيل بتقول لا تخافوا، لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، بل من الذي يقتل الروح والجسد معا. اليوم شعبنا الكردي محتاج انه يسمع اكثر عن يسوع، محتاج لنور المسيح يلي نور في حياتك، يلي نور في حياتك ينعكس له. الدعوة لإلي ولإلك اليوم بنقول له يا رب ها أنا أرسلني، ها أنا استخدمني، المواهب اللي أعطيتني إياها. أرجوك أخي وأختي ما تغادر هذا المكان إلا وأنت مختبر حقيقة من هو رئيس السلام. ما تغادري هذا المكان إلا ما تعرفي من هو رئيس السلام. أسيس نهاد أرجو أنه تختم لنا به وقت الصلاة.